ما بحبش الفيسبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في ندوه جديده من ندوات المختبر. من حوالي 4 سنين كان المجلس الاعلى للثقافه بيعمل حاجات كويسه ومؤتمرات مهمه، يعني ما كانش داخل حاله النوم اللي بقى لها سنتين. كان بيتعمل مؤتمر روايه كمان انا اسمع. طيب. وفي المؤتمر ده اتعرفت الاستاذ محمد الغربي عمران. كان وقتها انتقل من عشقه الاول اللي كنا فاكرينه الوحيد، القصه القصيره، وكتب روايه اشكاليه. لا كانت اعتقد ممنوعه. لا جاي لك انا. لا معلش ده توثيق تمام. كانت روايه مصحف احمر، الروايه الاولى للاستاذ محمد الغربي عمران، اللي هي بتفكرك بالكلمه اللي انتشرت ايام الثوره الفرنسيه: تستطيع ان تكتب 100 صفحه لكنني استطيع ان اجد سطرا واحدا يوصلك الى الجيلاتين المصنع. فهو كان كاتب حوالي 250 صفحه كلهم ممكن يوصلوا الى المشنقه. يعني الروايه كانت ممنوعه هناك، ودايما تفكرك بالروايات اللي هو انت لو خدتها من السطح تستطيع ان تصل الى المشنقه والى التكفير والى كله، لكنك لو قريتها قراءه ادبيه صحيحه تجد وراها محض الايمان. لكن البعض بيعتبر ان انت لو انتقدت المؤمنين فكانك انتقدت الايمان، ولو انتقدت المتكلمين باسم دين فكانك انتقدت الدين نفسه المقدس. ودي دايما الفكره الخلط بين المقدس الكلي اللي هو الدين وبين الفكر الديني او المعبرين عنه. وطبعا دي لمصالح زمنيه مش هقول لحضراتكم عارفين افضل منه. الصداقه اللي كانت يعني بدات بيني وبين الاستاذ محمد الغربي عمران، بارك الله في الانترنت الذي قواها. وبعدين فوجئت بانه عامل روايه يعني ليست اقل من عبقريه في رايي، روايه ظلمة ياسر. الروايه اللي جوها جو تاريخي، بنائها حداثي، روايتين متوازيتين بيمشوا متقاطعتين في الفكر لكنهم متوازيتين في الزمان وفي المكان. الحداثه اللي ورا أو الافكار الاساسيه للحداثه اللي جوه المتن اللي بيحكي في التاريخ. اظن اللي قروا الروايه من الممكن ان يجدوا كيفيه التعبير عن المكان، كيفيه التعبير عن الزمان بكل ما فيه واحداثه وازيائه وطريقه الحديث فيه وغيره، لكن الاهم كيفيه مناقضه ما بعض الحداثه في فكره انه لا يوجد نص كلي، لا يوجد افكار كبرى. لا، في الروايه دي توجد افكار كبرى، لكن توجد الاهم من كده مساءله هذه الافكار الكبرى في سيرورتها. كيف يعيش المجتمع على افكار كبرى، وكيف ان هذه الافكار الكبرى صعب القضاء عليها، لكن من المهم مساءلتها ومن المهم تصحيحها ومن المهم التعامل معها. هي الروايه شرفت بان انا قراتها مخطوطه وبعدين بصيت عليها بعد ما طلعت، واعتقد انه في قراءات مهمه تقرا عنها النهارده. الاستاذ عزابي يسمح لي نبدا. الاستاذه عزه دياب هي ليست ناقده بقدر ما هي مبدعه متحمسه للروايه، وهي عامله قراءه مركزه، وعشان بعد كده الاستاذ عزابي انا عارف انه هيحب يسهم في أنا طبعا سعيدة بوجودي معاكم النهارده، ويعني مبسوطة جدا بالرواية لأنها خلتني أجي النهارده أشوفكم. يعني هو العمل دوت يعني بيفتح النفس كده، تلاقي الواحد بقاله فترة بيقرا حاجات كويسة وحلوة، لكن عمل يعني بيفتح النفس، يخلي الواحد عنده قدرة إن هو يحس بأفكار جديدة، أو الأفكار مش جديدة لكنها في قالب جديد بيقولها لي بشكل تاني. يعني أنا أول ما قريت الرواية على طول تذكرت رواية جمال الغيطاني زيني بركات. ما اعرفش هي جات لي ازاي، يمكن لانها بتدور روايه تاريخيه، لكن يعني انا حسيت ان انا قدام عمل بيفكرني بالاعمال اللي قبل كده التاريخيه زي سائرون نياما، زيني بركات. انا نفسي في حاجه زي كده، لكن اللي عجبني في الروايه دي اكتر هي الفتنه اللي فيها فتنه.
الفتنة اللي فيها أو الدراسة اللي أنا كاتباها ظلم يائيل بين فتنة السرد وفتنة السلطة. يعني لن يتجاوز القارئ صفحات ليقع أسير الفتنتين: حلاوة اللغة، الدراما، الحبكة الدرامية، الشخوص، وكيفية الحبكة. يعني كيفية عندما يتمكن من شخوصه فتشعر إن هو يعني متمكن من الشخصية بشكل قوي جدا. أنا حاسة إن الشخصية أبياها الداخل والخارج، يعني مصور لي الشخصية متمكن منها. في عنده في حلاوة اللغة بقى، دي حاجة يعني يمكن يكون الجماعة اليمنيين متميزين بهذا الموضوع، لأن أنا كنت قريت قبل كده الأستاذة نبيلة الزبير رواية إنه الجسدي، كانت فيها حلاوة اللغة أو تقترب من اللغة الشعرية. يعني اليمن أو العرب عامة، اليمن أو السوريين، في عندهم حلاوة في اللغة، يمكن لأنهم بيتعاملوا معاها بشكل أكتر مننا، أو العامية المصرية عندنا طاغية شوية. تعلموا منكم. فحلاوة اللغة وعذوبتها والثقافة التاريخية، الثقافة التراثية لدي الكاتب، قدرته في القبض على شخوصه ورسمهم بدقة تفصح عن الخارج والداخل. فمثلا في صد 44 على لسان يائيل أم جوزر: صديقي خليل روحي، لم تكن كلماتك إلا نافذة على جهلي بما تحيكه لنا الأيام، حين أراك رجلا وأرى امرأة تخطف قلبك، أرى سياج الوحدة والغربة يقترب يحاصرني. أنت تكلمت عن حلاوة اللغة، فلابد أن أقول الرواية كاملة، خاصة عندما يتمكن من الشخصيات، وكأنه كما تعلم جوزر الكتابة ولعبة الخط مع الإنسان من بداية إمساكه بالريشة، قصة الخط من الانحناء إلى الاستقامة. ففي صد 30 تلك الخطوط أضحت لعيني، أحلم طوال ليلي ونهاري بأشكالها. كنت سعيدا وهي تبرز أشكالا متناهية الصغر تتوالد بكثرة، بينها مربعات، مثلثات، وأشكال أخرى متداخلة، إلى أن يقول: أينما أكن أرى ما حولي مجرد خطوط تتداخل تتباعد لتنتج أشكالا مدهشة. يرسم علاقة الإنسان بالخط أو الحرف منذ فجر التاريخ، يمنحه بعدا إنسانيا تاريخيا هو مفتاح الحضارة. بهذه الكيفية يرسم شخوصه، فهو يعرف من البداية تتابع الرسم، ولكنه يشركنا معه بدقة، يرسم الداخل والخارج إنسانيا وعقائديا. وهنا الدراما والحركة داخل النص التي تبدو دائرية، فهو يحزم شخوصه بواقعه. جوزر الراوي الأساسي يرى معلمه صعصعة بشكل، وتراه زوجته بشكل، ويائيل لها منظور آخر، فتكتمل الشخصية وكل حسب ظهوره على مسرح الأحداث. وشخصية يائيل تلك المرأة القوية التي تمسكت بيهوديتها وآمنت بالحب، ومن هنا جاءت ظلمة يائيل، وهل هي تقع في اعتناق عمها الإسلام خوفا من الاضطهاد، أم في خروجها وابن عمها على أسرتيهما لتبقى وحيدة من الحبيب والأهل، وأخيرا من ابنها الذي كانت تناديه خليل روحي. الحبكة الدرامية تطويق الشخوص بقدرهم الذي لا فكاك منه. وهناك أيضا الجزء اللي هو الرحلة التي قام بها للبحث عن ابنة المعلم ولمعرفة الحقيقة، روعة الوصف للجبال وقاطنيها من القبائل المحتفظة بعادتها من قديم الأزل وعلى مر العصور، بلاد سقف الله وتخيل السحاب القريب. ينقل الكاتب صورة رائعة لبلاده، وكأنها سياحة ثقافية تسمو بالوجدان، والحبكة في قرب البطل وبعده عن الحقيقة، القريبة كل القرب البعيدة كل البعد، مثل بحثه عن الإيمان، عن الله الموجود القريب والذي لا يجده في المساجد ولا في المعبد اليهودي، فالإيمان يشرق في القلب، وهكذا البعيد القريب. وفي جزء دفن جوزر ورفيقه النخاس في مسجد البنات عند الصخرة التي نحت عليها جوزر الحنش الأقرع وأمه الحية. عند عودته من الحج سمع عن كرامات الولي الذي اعتزل الدنيا وألان الله له الحجر، وعن زوار ضريحه من المرضى والعواقر. يعكس الكاتب رؤية الشعوب الشرقية
التي تقدر الخوارق والكرامات ولا تعطي بالا لموهبة الإنسان، فيجد الولي مريدين في الوقت الذي يقابل فيه الفنان بالتكفير. الطريق إلى مكة، الوصف ممتع للطرق المؤدية إلى مكة، وأيضا شعاب مكة والبيت الحرام في ذلك الوقت، ووصف رحلة العودة إلى صنعاء وجرف السيل ومعجزة النجاة، مما يدل على الثقافة التراثية التي يتمتع بها الكاتب، والمجهود المبذول في الوصف والمجهود المبذول في الوصول بالرواية إلى ما هي عليه من إتقان وروعة، حيث تلتقي الخيوط بتكلس نصف وجه الخليفة، وعودة جوزر إلى دكان المعلم، ونسخ الكتب، والمحافظة على الإرث من الكتب المحفوظة في الغرفة الخلفية بتكلس نصف وجه الخليفة أو تحجره، يدخل المتحف لتصبح الدولة كلها والحقبة الزمنية بكل ظواهرها في ذمة التاريخ. من بداية الرواية نجد الهوامش تحمل لنا قصة أخرى أو الرواية الموازية والموضحة لتسير في خطوط متوازية مع القصة التاريخية، وتمتد الظلمة إلى التاريخ الحديث، وتعاني مخطوطة جوزر ظلمة الأدراج أو التهريب، ومن يتكلم يلقى في غياهيب الظلمة، وفي النهاية تحترق دار المخطوطات بماس كهربي، وكأن تاريخنا الحديث هو الآخر يتكلس نصف وجهه أو يتحجر أو يتشوه، وقد آن الأوان للخروج من الظلمة. قصة الحب يتعرض لها محمد الغربي بحرفية، وكأن الحب ضد الحرب، ضد الفناء، ضد العجز. فتنة السلطة للسلطة فتنتها فرض الهيمنة والسيطرة، والتي لا تتوفر إلا بمؤازرة القبائل أو إخضاعها، وبذلك تكون الزراعة التي تؤدب من يخالف أو يعلن تحالفه مع آخر، والقبائل تؤمن الطرق التي تسيطر على صمام أمنها في الجبال والطرق الوعرة، وينتشر الدعاة للأئمة، ويجلس منهم من يجلس في سدة الحكم، ولا يلبس تنقلب عليه القبائل تحالفا مع غيره، والذي يكافئ القبائل بتركهم ينهبون المدن ويسبون أهلها، يتحارب أنصار الأئمة، وكل يشهر سيفه قائلا الله أكبر ولا إله إلا الله. الدولة الفاطمية في مصر، والتي امتد الحكم فيها إلى اليمن، ومع أنه الناس بعد عصور قوتها من ضعف الحكام، النص يفتح نافذة على التاريخ تقودنا في دهاليز القصور، حيث الجواري بحكايتهم، والغلمان والحاشية والجنود والسراجيب بظلمتها ووحشتها. في كل هذه الظلمة والوحشة والأوحال والدمامل والجرب أتى من يدعو إلى الله وإلى الصلاة. ينقسم الدعاة يتعارضون، تكثر الضحايا وتبهت الدعوة، ينبعث فتيلها مرة أخرى ويأتي الخلاص. في ظلمة الله أو في الفصل الذي تحمل الرواية عنوانه هو الترميز إلى الدولة التي يبرطع فيها الصراع والانقسام والاضطهاد وإهدار كرامة الإنسان، كل ذلك من أجل السلطة ولا شيء آخر، وإن كان الصعود إليها على الأشلاء والأرزاق والأعراض. شكرا جزيلا أستاذة عزة دياب. الحقيقة اللي يقرأ رائعة زيد مطيع دماج